درك. قال له ليلى، قال له المساخر هادو اللي تبعوا فيهم ومخليين تبون 13 سبتمبر 2015 قال لك أطراف خارجية وداخلية تحاول كسر مشروع سكنات عدن. تبون تنبأ بالموضوع هذا 9 سنوات قبل ما يحدث، واليوم رانا وصلنا لها، رانا نشوفوا في المؤامرة على موقع سكنات عدن. ها يا سيدي. وقال لك مكتتب عدن الاثنين يختارون موقع سكناتهم نهاية أكتوبر 2015 إلى يومنا هذا مازالوا ما داوش السكنة بسبب مؤامرة بطلال مروك، مخزن إسرائيل، الإمارات. باسكو الرواية الرسمية باش برك نديروا شوية جدية، الرواية الرسمية أنه المخزن بدعم تقني إماراتي هو من قام بتعطيل الموقع البارحة ليلا. هذه هي الرواية الرسمية تاع النظام الجزائري. قلت بجدية ولو أنه النظام الجزائري هو أكبر مسخرة فوق وجه الكرة الأرضية. منين نلوعيني في التعليقات نلقى تربية بيوت الرذيلة أنصار النظام، باباك أمك جدك جد باباك جد 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 باباك. يا صاحبي بالعقل علينا، جبدتوا لنا شجرة العائلة كامل. انصار النظام الجزائري، انتم لو كان تدخلوا لشجرة العائلة تاعكم صدقوني ما نحتاج حتى نشتمكم، نجبدوا برك شجرة العائلة تاع انصار النظام. دونك 19 مليون وما حشمتوش. والنظام الجزائري على بالكم نهار حكم هذوك المهاجرين تاع النيجر، تتذكروا شكون اللي كان معنا نهار تكلمنا على الموضوع هذاك، تكلمنا عليه ليالي متعدده لما استدعت النيجر سفير الجزائر لديها. حكموا المهاجرين من النيجر مساكن، دخلوا لهم على الاحياء القصديريه اللي كانوا عايشين فيها، ضربوهم، سرقوا لهم الممتلكات تاعهم الشرطه الجزائريه بتعليمات من النظام الجزائري، ورماوهم في وسط الصحراء. من بعد هادي ما حسن زعما اليسار هذا، هادو لي بيان بونسون، هادو اللي يعرفوا الحقيقه خير منا كامل، واللي يعتبروا باللي اليمين المتطرف مجرمين وعنصريين وكذا، يجيو يدعموا النظام الجزائري. كيفاش انت تدعم الناس اللي المهاجرين يرميوهم في نص الصحراء؟ يا اخي انت زعما تحب المهاجرين؟ واش جاي دير عند تبون؟ واش جاي دير عند شنقريحه؟ واش جاي دير عند اللي قتلوا 4 مليون جزائري في التسعينات؟ جماعه نفتح لكم المجال على المواضيع هادو تاع اليوم. السكنات تاع عدل هادو، القضيه تاع الموقع هذا، المؤامره الخارجيه الاماراتيه المخزنيه، كم تعرفوا قصه القضيه هذه تاع الزياره هذه تاع المهاجر الرجال ريما حسن اليسار، الانتخابات البرلمانيه الفرنسيه اللي عنده مداخله على السريع مرحبا به. نحاولوا ما نطولوش كثيرا، حاولوا فقط ضربوا لنا على الشاشه، راهم الحساب راهم هالكيننا هنا. دوكا عادوا يشكيو بيا بقضيه تاع حقوق هذوك النشر وحقوق ما على باليش واش. هذيك خطره فيديو تاعي تيك توك بعث لي باللي المقطع راني ديته من قناه في اليوتيوب، يا دير عند الشيطان. يا جماعه ضربوا على الشاشه، انا نزيد نحط لكم الاغنيه تاع مسيو البريزيدون، خليونا من المشاكل نصدعوا لكم راسكم. Monsieur le Président. Bonjour monsieur. عاود داروا لنا هذاك لافيرتيسمون انفورم توا سور بريف. مساء الخير، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل خويا. اخويا شوقي مليح؟ والله غايه الحمد لله. راه طلعت باك نسلم عليك، هذا ما كان. يا خويا الله يهنيك، ربي يحفظك. شكرا لك اخويا العزيز. اسمع خير اسمع، وراني جارك راني جارك
يا خويا مرحبا بك. هذه وانتم جيراني هذه خلص لي قهوه خويا، سينو ما نستعرفش بك انا جاري. انا خسران عليك والله، ما خسارة فيك قهوة حبيبي، والله ما خسارة عليك. يلا والله الله هذيك يهنيك النهار خويا. شفت تلقى من بعيد، قلت بس تجي يقول لك اسمع عود طلعنا شويه نحكوا معك شويه. يا خويا مرحبا بك، كي نتلاقاو ان شاء الله انا نقصروا مليح خويا. ان شاء الله. الله شوف يا خويا، يهنيك، الله شكرا يحفظك. لك اخويا، ربي يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. موسط الربيع كاين والله نتلاقى صراحة، يعني باغ اكزومبل هنا في كي تجي تشوف في ليون حتى الحراقة، يعني اللي تشوفهم هكا تشوفهم خدامين نضاف ما شاء الله، تشوفهم حابين بلادهم تتحسن، تشوفوا يجي هنا يخدم. كاين ناس الحمد لله عاطين صورة مليحة يعني ولو أن الظروف صعيبة، يعني الظروف صعبت كثيرا في الفترة الأخيرة هذه. وراني نقول مرة أخرى، راهو الظروف تاعهم راح تتحسن أكثر لو كانوا ماشي باليسار اللي راح تحسن ظروفهم. راني دائما نعطي المثال بإيطاليا، روحوا شوفوا إيطاليا اليوم عدد بطاقات الإقامة اللي يعطيها اليمين الفاشي، ماشي اللي متطرف برك، الفاشيين يا جدك. دونك حنا اون اسبيغ لو بيان بور تو الموند، وحابين الخير للناس كامل. كي نقول حنا يعني لما نعطيك موقف مثل هذا راهو موقف متجرد، ولو انه انا ما يهمني دائما نقول شمال افريقيا، لكن حتى الناس اللي عايشين في فرنسا راهي ظروفكم مش راح تتحسن مع هذا اليسار المتطرف. راحين يدمروا بلادهم هما، وراحين يزيدوا يدمروكم انتوما. نتكلم عن الناس اللي جايين يخدموا، واللي جايين حابين يطوروا نفسهم، واللي جايين حابين يوغا با سوسي. ولا ليسي باسي اليمين المتطرف اللي مش راح يعطيه. النظام الجزائري يعود ما يعطيش هذوك التصاريح. اليوم علاش يهبطوا الحراقه بزاف؟ لانه النظام الجزائري مد التصاريح، لانه العلاقات مع ماكرون كالسمن على العسل. تجي حكومه يمينيه متطرفه تبدل الحيه. راهي المصالح تاعك راهي ماهيش دائما وين تظن، راهي الحقيقه راهي سي ان بو بلو كومبلكس، اكثر تعقيدا من هذا. هاوزنا الزعيم المحارب، اسمه هكا. الله يرحم والديك ما كان حتى محمد، مشكل اسمح خويا، لي ما يرحم كان والديك حتى مشكل. اسمع خويا، الله يهنيك، محمد. الله يهنيك. اللي يطلعوا غلطه دائما الناس ملاح، هما اللي يجيو هذوك مستهدفينك باش يطلعوا معاك ويبقى يستنى، هذوك هما الكوارث. عندنا اشكاليه جماعه مالوغوزمون، عندنا اشكاليه. ايه هذاك الله يرحمه مسكين، ايه طفيل هذاك من بجايه، اسمه عمار سليماني رحمه الله عليه. انا مع الاول صراحه كي سمعت الحكايه قلت تسمى الانسان يستنى، باسكو هو السيد هذا عمار سليماني حراق من ولايه بجايه، وبحكم انه ما لقاش وين يسكن راه عاش في انديبوندونس، في مسكن مجاور، ماشي مسكن، سي ان ابغي هكا. شغل اللي يديروا هما في المساكن تاعهم، تلقى على العموم مكان يحطوا فيه الادوات، ولا شغل مستودع، ولا تقدر تلقاهم دايرين استوديو اكوتي، استوديو صغير يكري. ولا المهم هذه سيده كبيره عندها هذه لا ديبوندونس تاعها، نون با بريسيزي كل تيب دو ديبوندونس. ايا السي خونا هذا لقى البلاصه هذه راح دخل ليها بشكل غير شرعي غير قانوني. الاشكاليه انه على حسب ما ورد، مازال ماهيش القضيه مثبته، انه هو الحفيد تاع السيده هذه شرطي في عمره 25 سنه،
جا بالسلاح وقتل هذا الطفيل هذا ب5 رصاصات، على ما اظن 2 منها في الراس مباشره، وزاد صوروا. هذه هي الحاجه الغريبه، رصاصتين في الظهر، 2 في الراس، ووحده والله ما على بالي وين، المهم 5 رصاصات في المجموع، وزاد صوروا. يعني قتل مع سبق الاصرار والترصد، ولما تكون رصاصتين في الظهر معناتها السيد ما كانش يشكل خطر عليه، انه دخل بشكل غير قانوني وسكن، وربما السيده هذه خافت وكلش اوكي، لكن انه تكون انه تقتل وزيد اوغ سيرفيس، ماهوش في وقت الخدمه، تما كاين تساؤلات على انا مع الاول قلت ممكن انه ارعب. ايه فكرتوني والله، ما كنت راح كنت هذيك الخطره لايف بالك عنده يومين ولا 3 على ما اظن، طلع واحد المهم ويتكلم، حاول يتكلم مسكين على التاريخ وكلش، ما طيح ما والو صراحه. وكنت انا اشرت لواحد الاغنيه تاع اغنيه من التراث الجزائري، وهي من التراث صراحه. الاغنيه هي لالا يا تركيا، وانا نعرف كلمات الاغنيه لانه فيها واحد الجانب تاع انه الجزائر يعني وقتها الجزائريه تنبطح امام هذه السيده التركيه وتغسل لها ارجلها. يعني هذه الاغنيه تاريخيا موجوده، ولا القصه درك نحكي لكم عن القصه. لكن بعد كي شفت باش تشوف الوضع في الجزائر وين وصل، يعني القضيه هذا واحد العار من التاريخ يضلوا يشتموا في الناس. وانا دائما نقول هو الاصل اننا ما نجبدوش، كاين امور الانسان ما يتكلمش عليها، بصح انصار النظام الجزائري وعلى كل حال هو اللي عنده عقده في نفسه، هو اللي يضل يتكلم على امور ومن بعد كيجبدوا له الحقيقه. المهم يا اخي ديك خطره لقيت باللي الزهوانيه، الشابه الزهوانيه اللي عندها صوت ولا اروع صراحه، قاعده تغني في الاغنيه، وها هي بالقان على العموم. لكن كان فيها واحد الجانب تاع انه بطبيعه الحال واحد الجانب تاع عبوديه، الاتراك عندهم واحد التعامل صعب جدا. اني قلت لكم المنطقه الوحيده في الجزائر اللي كانت عقده عقده الملوك سميها، ولا عقده انه هذاك السيد. لماذا مثلا احنا اليوم لو تاخذ في 2024 مثلا احنا في الجزائر لما يكون تكون بنت ولا هكا تكون مليحه ولا يقول لك والله هذيك قاوريه، هذه لانه عندنا عقده تاع الرجل الابيض، بحكم اننا استعمرنا من ناس عندهم بشره بيضاء، دونك العقده تاعك تصير مع ناس عندهم بشره بيضاء وعندهم واحد الصفات معينه. احنا في وقت العثمانيين صار عندنا عقده التركي ولا العثماني، دونك خرجت هذه بطبيعه الحال الفكره، وصارت انه سيده تركيه صارت وليه صالحه، ردوها ويتعبدون بها على اساس انها عندها واسطه مع المولى عز وجل. لكن الغريب انه درك في 2024 الاغنيه تقتضب، المعنى يحاولوا يعطيو لها معنى واحد اخر، على من راكم تكذبوا. تزوير هذا تاع كل شيء، تزوير تاع عدد الشهداء، تزوير تاع تاريخ استقلال الجزائر، تزوير تاع الوجود العثماني في الجزائر ولا الاحتلال العثماني للجزائر. العثمانيين ارتكبوا مجازر كبرى في الجزائر، ولو انه انا كنت ضد يعني فكره انه نرجع كثيرا، حتى ربما كنت نحب مصطلح الوصايه العثمانيه. لكن لما تشوف السكيزوفرينيا اللي دخلنا فيها، الانسان يولي يقول صراحه لا 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 لا، الجزائري لازمو مصارحه، لازمو يسمع حقائق ببروده، لازمو يواجه حقيقته، يواجه تاريخه، اننا ناس صراحه ضايعين في التاريخ، ناس مررنا من فترات احكام متعدده لهذا وصلنا اليوم الى ما وصلنا اليه، دمار اخلاقي، دمار فكري. يمكن ما نواجهوش الحقيقه. شوف الجزائري اول حاجه يقولها لك لما يخرج من الجزائر، يقول لك ما قدرتش نعيش في الجزائر، مع النظام المتعفن، مع المجتمع في البلد هذاك، الاوساخ،
التصرفات هذيك الخطره نشوف فيديو راجل مع الزوجه تاعو يتحرشوا له بالزوجه تاعو على المباشر، مع الزوجه تاعو يتحرشوا له بها مجموعه عادي في شوارع الجزائر، بلا ما نهضروا على الظواهر اللي نشوفوها يوميا. كارثه البلد هذا، ومش عبثا انه الناس خارجين بمئات الالاف هاربين من المزبله هذه، ماشي فقط الاسباب هذه تاع الموقع هذا تاع عدل الطوابير على كل شيء، الطوابير على الكباش، الكبش تاع العيد ما يقدرش يشريه، الظروف الاجتماعيه الكارثيه. راهو كاين اشكاليات تاع مجتمع كبيره. النظام هذا راه وصلنا لواحد الوضع لا يطاق صراحه. وهذه وجه لليساريين في فرنسا، اليساريين اللي كثر راهم يقولوا راهم ينتخبوا عليهم من اجل قطع الطريق امام اليمين المتطرف اللي قال لك راهم عنصريين وراهم ضد حقوق الانسان. واش راهي دير السيده الكريمه مع الطغمه العسكريه في الجزائر الالا ريما حسن بتقتقتك الفلسطينيه؟ واش راكي ديري مع النظام الجزائري؟ يا اخي نتوما راكم ضد اليمين المتطرف في فلسطين، العمود الفقري تاعو هو الدعم الفرنسي ليه. اليوم جات فرصه انك تجرب حاجه جديده. انت عندك جنسيه فرنسيه، عندك ارتباط بشمال افريقيا على العموم، لانه سرطان شمال افريقيا هو النظام الجزائري مع البوليساريو. عندك رغبه في ضرب النظام الجزائري غدا، راك عندك فرصه تاريخيه، راك عندك جنسيه فرنسيه، عندك الحق في التصويت وتقدر تضرب النظام الجزائري ضربه ما يزيدش يفيق منها. حسب رايي ما نقدرش نضمنها لك 100%. السياسه سياسه، ربما نكون انا شخصيا واحد من المتضررين قادر راك تعرف اليمين المتطرف على العموم براغماتيين الى ابعد الحدود، قادر يبيعك في الدوره. عندك حق اللجوء ما عندكش حق اللجوء، لكن كاين قضيه تاع مصالح، تاع مصلحه تاع منطقه باكملها، ومصلحه المنطقه باكملها هذه ليس في الجانب هذا. ودرك نفسر لكم فقط باش انا تعرفوني نحب بكل وضوح مع الجميع باش الناس كامل تفهم، حتى انصار النظام الجزائري من حقك انك تفهم لماذا النظام الجزائري عنده رعب من انه يوصل اليمين المتطرف الى الحكم. ماهيش قضيه مرتبطه بالمهاجرين، من المهاجرين. نسمعوا اولا تصريح من جوردان بارديلا، دوك نترجمه لكم على السريع على العموم. التصريحات ماشي هذا، راهو غير بارديلا والحقره يجد. La gauche a toujours été proche de l'Algérie, la droite a toujours été proche du Maroc. Monsieur Macron, lui, il a réussi à se fâcher avec les deux. Bon, donc il faut évidemment rétablir des liens diplomatiques avec la Méditerranée, avec le continent africain. La gauche a toujours été proche de l'Algérie. هنا بطبيعة الحال الخطاب الدبلوماسي نوعا ما من جوردان بارديلا، بالطبع مش راح يخرج بشكل واضح وصريح يعبر على الموقف تاعو، لكن قال لك بأنه تاريخيا اليسار في فرنسا كان قريب من النظام الجزائري ويدعم النظام الجزائري، واليمين كان تاريخيا قريب من المملكة المغربية. الآن وهي فيها وعليها، ولو انه صراحة حتى اليسار لما كان فرانسوا هولاند البارتي سوسياليست الحزب الاشتراكي كان مقرب جدا من النظام الجزائري. فرانسوا هولاند لدرجة انه انصار النظام الجزائري لما جا الجزائر باسوا له يديه. هذه صارت سنة 2012 في زيارة فرانسوا هولاند إلى الجزائر، وغناو له هذيك والله غير نسمعوها هذيك. هذه الأغنية هايلة تبين أننا فهمت نقريوهم على حب فرنسا، برك في ودنهم هكا نقولوا لهم المروك راهم رايحين يقتلوكم، بصح فرنسا بونجور مسيو لو بريزيدون. وزيد فرانسوا هولاند يا جدك لو كان غير جا بنادم، كان غير جا رئيس وزنو هيبه ومواقف، فرانسوا ميتيرون، جاك شيراك، حتى ساركوزي الى حد ما، فرانسوا هولاند دروبي. Tlemcen vous ouvre grand ses portes.
تلمسان تفتح لك ابوابها العريضه. عباكم انا وقت حفظتها لدرجه والله صراحه تبقى لك في راسك داروها الطوب. المفروض هذه هي الاغنيه الرسميه تاع اللايف ماشي القجع. بونجور مسيو عندكم فرانسوا هولاند باقي هيك يروح لفرنسا، يروح لشمال فرنسا يسبوه، يروح لشرق فرنسا يسبوه، غرب فرنسا يسبوه، جنوب فرنسا يسبوه، يجي المقاطعة عفوا الجزائر يقولوا له بونجور مسيو لو بريز. عمرو فرانسوا هولاند في حياته ما استقبلوه. هذيك الزوجه كومون يسابيل ديجا اللي كتبت الكتاب هذاك تاع ميرسي بور سو مومون، كيفاش كتب اسمها الصحفيه هذيك اللي كان معاها فاليري مي جو مو رابيل با دو سون نون، نسيت اسمها عفوا نسكت هذا برك. اكيد واحد في التعليقات يعرفها. حتى اللي كان معاها ضربته بالصحن ولا ضربته بهذوك الادوات المنزليه لما كان في الاليزي. تخيلوا فوالا فاليري تخيا فايلر عندها اسم شويه. فرانسوا هولاند في حياته واحد ما شكره، واحد ما غنى له اغنيه، جا تلمسان قالوا له تلمسان فوزوفر غران سي بورت. مرحبا بك مسيو البريزيدون. بوتفليقه مسكين قال لهم انا ماشي بنادم. فرانسوا هولاند تقولوا له مسيو البريزيدون وانا واش؟ شفتوا انا معاي نفتحوا قوس ولينا في الاغنيه وتخلطت الحاله ولا رجعتونا للذكريات تاع 2012. هذه في 2012 2012 دونك صافي بلوس دو 12 اون كوميم. النظام الجزائري كنا في فوالا. هذه كانت باش نقول لكم بانه الكلام تاع جوردان باغ de confiance avec le royaume du Maroc qui est un grand pays, une grande démocratie pour laquelle j'ai beaucoup de respect et pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié et de considération, donc c'est un enjeu important. هنا إريك سيوتي اللي هو عضو مهم في التحالف هذا يقول بشكل واضح بانه اذا وصل جوردان بارديلا الى رئاسه الحكومه، اذا وصل هذا التحالف اليميني الى رئاسة الحكومة سيقوم بإعادة العلاقات مع المملكة المغربية. ما تكلمش تماما عن الجزائر، يعني أنه لو راسومبلومون ناسيونال التجمع الوطني اختار الطريق تاعو في هذا الصراع على عكس إيمانويل ماكرون. الصراع الجزائري المغربي لهذا النظام الجزائري يحس بالرعب من القضية هذه، بالإضافة إلى تصريحات سفير فرنسا الأسبق في الجزائر اللي هو زافي دريونكور، اللي قال بأنه إذا وصل جوردان بارديلا إلى رئاسة الحكومة ستتغير العلاقات الجزائرية الفرنسية بشكل جذري، لأنه الغاسومبلومون ناسيونال يختار الجهة الأخرى وراح يعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. معناتها نهاية كل ضربة قاضية للبوليساريو، لأن النظام الجزائري هذا هو الإشكالية الكبرى. لهذا قلت لكم أنا اللي يضرب النظام الجزائري راني معاه. اصلا مصلحه شمال افريقيا هي في هذا السرطان تاع شمال افريقيا اللي هو النظام الجزائري، انه يتلقى ضربه قاضيه نهايه البوليساريو. مازال التحولات اللي جايه في الولايات المتحده الامريكيه هذا هو ما ننتظره. لكن غدا الانتخابات البرلمانيه الفرنسيه وين موجوده جاليه مغاربيه كبيرة يعني في فرنسا، كل واحد يعرف المسؤولية تاعو الآن ويعرف من يختار. يا إما يختار هذه اللي كانت البارحة مع تبون تعلن دعمها البوليساريو، وتبون يعبر عن دعمه للتحالف هذا اليساري تاع لو فرون بوبولار، وينتخب على البوليساريو إذا انتخب على هذا التحالف، ويختار الجانب تاع نوعا ما الشخصي تاعو. انا نتكلم مع الناس اللي عندهم علاقه بشمال افريقيا، الناس من منطقه القبائل راني قلتها،
منطقة القبائل انت ما عندكش خيار. اذا عندك جنسية فرنسية انتخابك على اليساريين معناتها راك تقول زيدوا حرقونا الصائفة القادمة، لانه من يحرق في منطقة القبائل هو النظام الجزائري، من يدعم النظام الجزائري هم اليساريين، وهم خصوصا هادو الناس كما هذه ريما حسن المهرجة هذه اللي تروح وتدعم البوليساريو وتدعم النظام الجزائري. دونك كل واحد امام مسؤوليته. من يريد ضرب النظام الجزائري غدا عنده مره اخرى جو دون با دو كونسيني. انا مانيش انا باش نعطيكم دروس، كل واحد حر في نفسه. انا نعطيك لي زيليمون، نعطيك الادوات اللي تخليك تتخذ قرار. مره اخرى الناس اللي المستهدفين راهم الناس اللي عندهم جنسيه فرنسيه. او واحد قال لنا جو في فوتي ار ام، جو في لو بون شوا تو اونيتي، دون اني نعطي وصاية على اي احد مرة اخرى. انا ما قلت لك باش تنتخب كلك، على الاقل ماشي بشكل مباشر. وكل واحد يعرف المصالح تاعو، وكل واحد يعرف جدوده، وكل واحد يعرف مصلحة المنطقة تاعو، وكل واحد يعرف اذا الخيار الافضل هو بقاء العرايه تاع البوليساريو ام استغلال اي فرصه لضربهم. كل واحد يعرف اذا انه استغلال اي فرصه ايضا لضرب النظام الجزائري اللي رد الجزائر مزبله، اللي دمر البلاد هذه، اللي خلى الجزائريين مسخره في العالم، واللي خلى المنطقه تاع شمال افريقيا في الوضع الكارثي اللي راهي فيه. يا اما تكمل هكا يا اما تبدا بهذيك الصبيانيه، وحنا اليمين المتطرف رمي الحجاب وما الحجاب، على اساس اللي حاكمين حاليا ما عرفش شكون اللي منع العبايه في المدارس، وعلى اساس ماشي السبب تاع منع العبايه في المدارس وغيرها من الامور هو التصرفات اللي ما تصلحش، هو الناس اللي يشوهوا في الدين هذا اللي هو الاسلام في كل مكان، هو محاولة فرض أمور خارجة، هو عدم أنه يكون واحد الذكاء الاجتماعي اللي يخليك أنت أيضا تعرف كيفاش تتعامل، تعرف كيفاش تعطي صورة مليحة ليك. وأصلا هادو اليساريين اللي راكم تقولوا عليهم مدافعين على حقوق الإنسان وكذا وكذا، راهي هذه ريما حسن رايحة تخبى عند النظام الجزائري يا جدك. النظام الجزائري إنسانية والديمقراطية. المزبلة هذه اللي قدامها داير اللي جات معاه هذه تضل تسب فيا. انا والله ما كنت على بالي باللي هذه مرتبطه بالدرجه هذه بالنظام الجزائري. اللي معها ريما حسن اللي قدامها هذه واحده من المهرجين، كل مره يبعثوا لي راه يتسب فيك، راه عامل المخزن هكذا كذا. بارت كي تجي ريما حسن تجي عندها يعني. دونك هذه تقول لك راهي مع حقوق